بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم متابعين الأفاضل الكرام في حلقة جديدة من المسابقة الرمضانية الكبرى شباب الصحابة. هذا البرنامج الذي يأتيكم من قناة سلام. مبدئيا نرحب بكم في هذه الحلقة المميزة والفريدة من نوعها، كيف لا، وهي تضم معنا حصاد الأسبوع الماضي والفائزين اللذين شاركوا معنا وحالفهم الحظ خلال الأسبوع الأول من برنامجنا المبارك. مبدئيا دعونا نرحب بضيفي الدائم والذي أصحبني في التقديم، أخي أنس. حياك الله يا أنس. مرحبا بك عبد الرحمن، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي، برنامج شباب الصحابة. نود التذكير عن آلية متابعة هذا البرنامج عبر صفحتنا في الفيسبوك وعبر البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب. نعم. وأيضا دعونا نذكر بطريقة المشاركة في الحلقة والدخول في السحب. طبعا الأسبوع الماضي احنا حالفه الحظ بإذن الله. الذي يريد أن يحالف الحظ مرة أخرى يشارك معنا خلال هذا الأسبوع، لدينا 3 أسابيع خلال شهر رمضان المبارك. نذكر بطريقة البرنامج، سوف يكون بإذن الله في كل حلقة سؤال أو صحابي، وسوف نتحدث عنه ما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي. طيب يا أنس، مما يجعل حلقتنا لهذا اليوم فريدة من نوعها ومتميزة هي أنها بحضور شيخنا الشيخ عبد العزيز عطا، الداعية الأريتري المعروف. حياك الله شيخ عبد العزيز. الله يحييكم، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. طبعا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، حلقتنا لهذا اليوم خاصة، مدتها طبعا ساعة كاملة، ستنقسم إلى جزئين. نعم، وأنس بإذن الله سوف نتجول معكم خلالها في عدة موضوعات. طبعا أهمها هي معرفة من أبطالنا الذين فازوا معنا والذين شاركوا معنا خلال الأسبوع الماضي. نعم. نعم عبد الرحمن، لدينا بطلين أو فائزين لهذا اليوم بمشيئة الله. لكن قبل ذلك دعنا نتكلم أخي عبد الرحمن عن موضوع حلقتنا، وهو إبراز القدوات مع شيخنا العزيز الشيخ عبد العزيز عطا. شيخنا، كيف يمكننا أن نعرف معنى كلمة القدوة، وما الذي تعنيه كلمة القدوة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه بإحسان يوم الدين، أما بعد. فأشكركم على استضافتي في هذه الحلقة الميمونة أو في هذه الحلقة المباركة، وجزاكم الله خير على ما تقومون به من مجهود. القدوة المعني بها هو بمعنى الأسوة أو ما يقتدى به، والقدوة ربما تكون قدوة حسنة وقدوة سيئة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في رسوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه القدوات هي التي تجعل الإنسان تنير له في دربه في حياته إذا اقتدى بالصالحين، أو يكون العكس، مصيبة ووبال عليه إذا اقتدى بأهل السوء والسيئين من الناس. وربما السيئين أكثر منها من القدوة. فلا الإنسان أن يختار. لعل الشيخ عبد العزيز يعودنا ويتصل بنا بعد قليل. نعود عبد الرحمن إلى نفس الموضوع، ألا وهو نعم. القدوات في هذا الزمن. ترى أن بعض الإخوة كما ذكر عمي عبد العزيز أن القدوات تنقسم إلى قسمين: القدوة الحسنة، وبمنظور آخر القدوة السيئة. نعم. نعم.
و يعني سبحان الله تجد أنه موضوع إبراز القدوات هي آفة هذه العصر. نعم. فتجد أنه ما أن اتخذ الشباب قدوات سيئين حتى أثر ذلك على حياتهم سلبا. وعندما يعني نذكر قدوة، يعني القدوة تقريبا يعني تأتي معنى التقليد، ويوجد تقليد أعمى الذي لا يعلم المرء ما هي عواقبه وما هي سلبياته، وهذا هو التقليد الذي يحصل في زماننا هذا. وسبحان الله تجد أن الذي يقتدي الذي يتخذ قدوات خاطئة تلقاه سبحان الله ضعيف شخصية، يعني نعم. أقل شخص أو أقل قدوة أو أسوأ قدوة كنت أثر فيه. لعل شيخنا الشيخ عبد العزيز عاد إلينا، حياك الله شيخ عبد العزيز مرة أخرى. المعذرة، الاتصال كان فيه إشكالية. تمام، لا بأس لا بأس. كما ذكرت أن القدوات تنقسم إلى قسمين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يدل على أن هناك أسوة سيئة، فلهذا ينبغي أن يقتدي الإنسان ويصاحب بالناس الذين يدلونه على الله ويدونه إليه سبحانه وتعالى ويسيرون به إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخره. أي هناك جليس صالح وهناك جليس سيء. الجليس الصالح يقودك إلى الخير، والجليس السيء يقود بك إلى الشر. والله سبحانه وتعالى قال عن الخلة وعن الجلساء: قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أي أن كل خلة يوم القيامة هي عداء، واستثنى منهم أهل التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأهل التقوى هم الذين يسعدون بخلتهم وصحبتهم. فأنت من تريد أن تكون، وكما قالوا في المثل: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فإن كنت تصاحب الصالحين كنت منهم، وإن كنت تصاحب السيئين كنت كذلك منهم، والعياذ بالله. طيب جزاك الله خير يا شيخنا شيخ عبد العزيز. دعنا ننتقل من الفقرة الأولى إلى سؤال آخر. وإذا عرفنا أن هناك قدوات صالحين وقدوات سيئين، ما معايير اتخاذ القدوات؟ يعني كيف يعني يختار الشاب قدوته الصالحة ويتجنب القدوة السيئة؟ بارك الله فيكم، هذا سؤال جميل جدا. المعيار هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هكذا يكون معيارك في أخذ الصاحب والاقتداء به. فإن كان هذا الرجل تصحبه فيأخذك إلى الصلاة ويحثك على ذكر الله وعلى الصيام وعلى ترك المنكرات وعلى كف عينك عن المحارم ويدك وكل جوارحك عن المحارم، فذلك العبد الصالح الذي يدلك عليه. وأما إن كان بعكسه فهو عكس ذلك. لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان يعني شخصا عاديا أو قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كان يصاحب من؟ يصاحب أبا بكر ويصاحب غيرهم من الصالحين من الصحابة الذين شرفهم الله بالإسلام. وكذلك كان صاحبه عمرو بن زيد بن نفيل، الذي ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر ثوبه في الجنة، مع أنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يبعث عن الحق والإيمان. وأما إن اتخذت القدوات أو الصحبة هم أهل الفسق والفجور، وجعلت قدواتك المغنيين
ولاعبي الكورة الذين ليس لهم دين إلا من رحم الله من المسلمين. فهكذا إذا هؤلاء هم قدواتك وستقتدي بهم وسيصحبونك ستحشر معهم يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فقيل في بعض التفسير أنه يحشر مع أصحابه السيئين، مع رفقته الذين كان يرافقهم، فيحشر معهم والعياذ بالله، ويكون ندامة عليه. فينبغي للمرء أن يقتدي بالصالحين ويرافقهم. جزاك الله شيخنا عبد العزيز بعد هذا الطرح الجميل جدا. شيخنا لو تروي لنا بعض من قصص هؤلاء القدوات. قصص القدوات جدا جميلة وهي كثيرة جدا. من الأمثلة التي نريد أن نضرب بها أمثلة، ولعلكم ربما ذكرتموها في الحلقات التي مضت. من أمثلتها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نريد أن نتحدث عن شباب الصحابة، عن الصغار من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه الأصل أنك تعتقد في أن الكبار فيهم العقل، والأصل فيهم أن يكونوا على الطريق المستقيم. ولكن الشاب حينما يتمسك بدينه، حينما يبتعد عن المنكر، كما ورد في بعض الأحاديث: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أي ليس له نكبة عن الحق، أو ليس له شهوة توقعه في الحرام، فيعجب الله سبحانه وتعالى منه لقوة الداعي في نفس هذا الشاب، ولأنها ضعيفة في الكبير. فمنهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو كان من صغار الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل أن يسلم عبد الله بن مسعود، حينما كان راعيا، مر عليه وهو يرعى الشياه، فقال له: هل عندك لبن؟ قال: نعم، ولكني مستأمن. فقال: هل عندك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني ما عندها لبن. فقال: نعم. فأتى له فدعا على ضرعها عليه الصلاة والسلام وبرك، فامتلأ ضرعها لبنا، فشرب عليه الصلاة والسلام وسقى أصحابه، ثم دعا فرجع الضرع كما كان. فقال له عبد الله بن مسعود: قال: علمني من هذا الذي قلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غليم معلم. فكان رضي الله عنه من أقرأ الصحابة، من الناس الذين يرجع إليهم. فقال رضي الله عنه: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أخذتها من فيه عليه الصلاة والسلام. ويقول: وإنهم يعني الصحابة ليعلمون أني أعلمهم بكتاب الله ولست أفضلهم، يقول رضي الله عنه. فهذا من القدوات الجميلة. وكذلك نضرب حتى لا نطيل عليكم مثالا آخر، كذلك عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لي صاحب من الأنصار، فقلت له: هيا بنا نأخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم متوافرون كثر. فقال له: ومن يحتاجك يا ابن عباس؟ ويوجد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار. فيقول ابن عباس: تركته فذهبت، فكان جلس في قصة طويلة يطلب العلم حتى أصبح يتصدر المجالس يتعلم. فرآه ذلك الأنصاري على ما كان عليه الناس وقد اجتمعوا حوله، فقال: لقد كان هذا الغلام أفقه مني، فأصبح ترجمان القرآن ومن علماء الصحابة. بل كان عمر بن الخطاب
يجلسه في المجلس الذي يجلس فيه مع الأشياخ، ولم يكن يدخل غيره من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليك يا شيخنا عبد العزيز على هذا الطرح المبارك. دعنا قبل أن يعني نعرف من هو فائز لهذه الحلقة. عندما ذكرت يا شيخنا يعني هؤلاء القدوات وهؤلاء العظماء الذين يتخذهم المرء قدوة لهم، ودنا نعرف ما هي مخاطر أو سلبيات اتخاذ القدوات السيئة عندما يعني ينظر الشاب إلى هذا الموضوع، يعني حتى ينظر إليه بعين الاعتبار. ودنا يعني تعطينا على نقاط مختصرة ما هي مخاطر اتخاذ القدوات السيئة على حياة الشباب بالتحديد. سؤال جميل جدا. لا شك أن القدوة السيئة المرء مجبول على تقليد أحد، مجبول هكذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن الإنسان ينجذب لو سافر في بلد من البلدان فرأى إنسانا يلبس كعمامته وكجبته لانجذب إليه ولو لم يكن يعرفه، أو رأى شخصا من بلده لم يعرفه لكنه ينجذب إليه لأنه يشعر بأن هناك ألفة بينهم. فالمرء إذا جعل قدوته هم الناس السيئين من الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يتقونه، أو استبدل لغته العربية لغة القرآن بلغة غيره فتصبح ثقافته ثقافتهم، ويصبح يسمع أغانيهم ويسمع من منكراتهم ويصبح يقلدهم وهو لا يشعر فيذهب. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فإذا حينما تقتدي بغير المسلم، حينما تقتدي بلاعب، حتى أنه بعض اللعيبة من كثرة ما يقلد النصارى الآن اللعيبة حينما يدخلون إلى الملاعب تجده يلمس الأرض ويفعل هكذا الثالوث الذي يفعلونه يتبركون بالصليب. وبعض اللعيبة قام يقلد، أو بعض الشباب يقلد هذا الفعل لأنه لا يدري ما يفعل. لهذا السبب يكون قدوة سيئة، وربما بعضهم يؤدي به إلى الإلحاد وإلى غير ذلك من أنواع الملابس والقطات وترك الصلاة وترك المنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. اللهم نعتذر منك شيخنا، لكن لو تبقى معنا بعض دقائق نريد أن نعرف هوية أحد الفائزين لهذا اليوم. ما رأيك عبد الرحمن لو تسحب لنا الفائز، جعل الله وجميع المتابعين من الفائزين برضوان الله. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم بإذن الله الجائزة الأولى. طيب ودنا نقلب قبل ما نسحب على الجائزة أيضا للمصداقية، بدي أيضا تشاركني في التقليب يا أخوي أنس. ما شاء الله يبدو الجميع يا أخي عبد الرحمن مترقب هذه نعم. طبعا نود أن نوضح لكم أنه هذه هي الجائزة الأولى والتي هي للتعليقات. نعم. للإجابات عبر التعليقات عبر صفحتنا على الفيسبوك. نقلب مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج لنا فائز لهذه الحلقة. طبعا نذكر الجائزة بإذن الله سوف تكون $350. مبروك ألف مبروك معنا. طيب ألف مبارك الفائز معنا الأخ بدر حجاج. يعني نظهرها على عبر كاميرا أخي أنس. هذا الفائز معنا صاحب حساب بدر حجاج باللغة الإنجليزية. بدر حجاج ألف مبارك، ألف مبروك. فزت معنا بمبلغ 300
و 350 دولار. ما شاء الله تبارك الله. هذا الفائز الأول معنا في هذه الحلقة. أعتقد الاسم الآن واضح. نعم، بدر حجاج من قناتنا عبر اليوتيوب. جزاكم الله خير الجزاء وجميع من شارك معنا، وبإذن الله من لم يحالفه الحظ الأسبوع القادم إن شاء الله سوف تكون جائزة أخرى، وكل أسبوع بإذن الله. متابعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى فاصل قصير، ثم نعود معكم بإذن الله للسحب لمعرفة هوية الفائز من المتصلين. إلى ذلكم الحين ابقوا معنا، وإلى فاصل قليل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته إذا سئل عن شيء لا يعرفه يسكت صلى الله عليه وسلم ويصمت، فلم يرد أي سؤالا حتى يأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. أول فضيلة هي حب الله. إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فلتقرأ القرآن. قال الصحابي رضي الله تعالى عنه خباب بن الأرت: تقرب إلى الله بما استطعت، ولن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من القرآن. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشاهدينا الكريم بعد هذا الفاصل القصير من برنامج شباب الصحابة، وهذه الحلقة المميزة
لحصاد الأسبوع الماضي. طبعا ننبه أخونا الفائز الأخ بدر حجاج وجميع الفائزين معنا في البرنامج التواصل عبر الرقم الظاهر معكم أمامكم على الشاشة لتسليم الجائزة، وألف مبارك. طيب ودنا نسحب على الفائز الثاني يا أنس لجائزة المتصلين. يبدو أن الجائزة الثانية الكل يترقبها. نعم ما شاء الله 400 دولار ما شاء الله. الله يبارك. قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسلاما باب المصداقية ما شاء الله. طبعا لا شك انه جائزة المتصلين الفرص الفوز بها اكثر بحكم عدد الاتصالات انه اقل، فنهيب مشاهدينا الكرام ان يركزوا على اتصالات بحكم الجائزة اكبر والفرصة اكبر. نقول مبروك يا عبد الرحمن ما شاء الله. طيب نبارك للفائز بالأسبوع الماضي في برنامجنا اليومي برنامج شباب الصحابة. نبارك للفائز في الأسبوع الماضي من الاتصالات بقيمة 400 دولار أخونا سعيد عبد القادر من تركيا. ما شاء الله. سعيد عبد القادر من تركيا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. سعيد عبد القادر من تركيا. ألف مبروك أخي سعيد. تواصل معنا عبر الرقم الظاهر في الشاشة من أجل استلام الجائزة. ألف مبروك أخي سعيد. ما شاء الله ما شاء الله. ألف مبارك أخونا سعيد، ولا تنسى التواصل معنا لاستلام الجائزة. ونذكر أحبابنا المشاهدين والمشاهدات أن جوائزنا لم تنتهي بعد، بإذن الله سوف يكون هناك 3 جوائز قيمة إن شاء الله، كل أسبوع جائزتين. طيب يا شيخ أنس، ودنا يعني في فقرة قصيرة يعني أول شيء نرجع لشيخنا الشيخ عبد العزيز. شيخ عبد العزيز معنا؟ حياك الله شيخنا بودنا في الختام بخصوص هذا الموضوع وهو اتخاذ القدوات، ودنا رسالة قصيرة توجهها للشباب. الحمد لله رب العالمين. أوجه هذه الرسالة لأبناء الشباب ولجميع المسلمين في الحقيقة. نحتاج إلى القدوات في هذا الزمان، هذا الزمان الذي قل فيه القدوات، أو ربما لم يقل ولكن قل فيه إبراز القدوات، إبراز القدوات الصالحة يعني، لأنه هناك إبراز للقدوات السيئة كثيرة من أهل الفن والتمثيل والكرة وغيرهم ممن لا نفع فيهم، ولكن هناك من الطيبين قدوات كثيرة ولكن لم يتم إبرازهم للأسف. ونحن في زمن إذ لهمت فيه الخطوب على الأمة الإسلامية كما لا يخفاكم، فنحتاج لأن نصلح أنفسنا أيها الشباب، أن نكون قدوة صالحين. ولا تحقرن نفسك. أنت تسمع مثلا من العلماء والقدوات والرؤساء والذين برزوا، ربما لو رجعت إلى حياتهم وهم صغار لم يكونوا شيئا، ولكنهم وفقوا فاختاروا الطريق الصحيح، واختاروا العمل والبذل والجهد والقراءة والاطلاع واستغلال حياتهم وأوقاتهم، فرفعهم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما كان يعلم في يوم من الأيام أنه سيصبح عالما مشهورا أو كيميائيا أو فيزيائيا أو شيخا للإسلام أو رئيسا لدولة، ولكنه بذل مجهوده ثم وفقه الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون لدينا همم عالية، لا تكن هممنا دنية، وخاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه الفتن وتكثر فيه مشاكل هذه أدوات التواصل
والتلفاز وغيرها التي تلهي كثيرا. يحتاج للمرء أن يجاهد نفسه حتى يقيمها على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا المجلس أذكر حديثه العظيم عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن لمن يأتي من بعده، قال أن إخواني الذين يأتون من بعده قال لهم أجر 50. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم أم منا؟ قال بل منكم. في بعض الروايات قال لأنهم لا يجدون على الحق أعوانا وأنتم تجدون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين، وأخص منهم الشباب، لأنهم هم عماد الأمة وهم قدوتها وهم الذين تحتاج إليهم هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الإسلام والمسلمين ويهدينا جميعا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على إتاحة الفرصة لي في هذه المشاركة. شكرا لك شيخنا عبد العزيز، وشكرا لطرحك الجميل. إخواني وأخواتي المتابعين، وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير، لا تبتعدوا بعيدا. فاصل قصير ونعود إليكم. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. أول فضيلة هي حب الله. إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فلتقرأ القرآن. قال الصحابي رضي الله تعالى عنه خباب بن الأرت: تقرب إلى الله بما استطعت، ولن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من القرآن. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. مرحبا بكم مجددا متابعينا ومشاهدينا الكرام عبر قناتنا في اليوتيوب وعبر صفحتنا في الفيسبوك. نبارك الفائزين من الأسبوع الماضي، ودعونا نبحر في الموضوع الثاني والجزء حلقتنا الخاص بهذا اليوم. أستاذ عبد الرحمن تفضل. طيب، طبعا نذكر ايضا بطريقه المسابقه كما هو معروف انه سوف نتكلم باذن الله عن صحابي، وما عليكم سوى معرفه هذا الصحابي والاتصال بنا لذكر اسم هذا الصحابي. طيب، نبدا اليوم في موضوعنا، وهو حديث شيق يوجد فيه ارتباط بسيط بعنوان حلقتنا هذا اليوم، وهو ابراز القدوات، الا وهو المثابرة والاجتهاد. دعنا أولا أنس نعرف المتابعين ما هو مصطلح المثابرة والاجتهاد في اللغة العربية. بدنا نذكر لهم تعريف بسيط حول هذا الموضوع. نعم. المواظبة والمثابرة والاجتهاد تعني عبد الرحمن المواظبة والمداومة على فعل الشيء. المواظبة والمداومة على فعل الشيء، وذلك يدل على اجتهاد الإنسان على شيء معين وهدف يريد أن يصل إليه. نعم. وهناك يا أنس بيان مقولة لأحد الحكماء العظام يقول: المثابرة تغلب الذكاء والصبر يغلب الحظ. دعنا نذكرها مرة أخرى. يقول: المثابرة تغلب الذكاء. بعض الناس يظن أن الذكاء يكفيه، لا، ممكن أنت بالمثابرة وإن لم يكن ربي أعطاك من الذكاء والفطنة ما أعطى لغيرك، لكن بالمثابرة ممكن أن تصل لنفس هذه المرحلة ويعني تجتاز الذكاء. يقول: المثابرة تغلب الذكاء والصبر يغلب الحظ، والعبرة دائما بالنتيجة. نعم، هذه مقولة لأحد الحكماء وصدق فيها. نعم يا أخي أنس. كما عودناكم وعودنا الإخوة والأخوات المشاهدين في كل مكان، ما يقودنا موضوع الحلقة إلا عن صحابي.
فدائما عندما نطرح الموضوع يكون مرتبط بصحابي معين. فمن ألقابه المشتهر به هو المثابر الأواب. من الألقاب الذي اشتهر به نعم. سمي بالمثابر الأواب. سمي نعم. بالمثابر الأواب. نعم. أيضا هذا الصحابي المثابر الأواب هو كان له كنية، وكنيته هي أبو عبد الرحمن. نعم. أسلم وهو ابن 4 سنوات، وكان شديد الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وينزل منازله، وذلك من حبه الشديد وتعلقه بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الرحمن يحكى أنه من شدة تعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقي شجرة يجلس تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حتى يعني لا تيبس الشجرة، فكان سبحان الله يسقيها من شدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم. وأيضا في ذكر المثابرة والاجتهاد وفي ذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر أن هذا الصحابي أنه من أكثر رواة الحديث، وأيضا ما كان يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكره نصا بالحرف الواحد كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك ولا ريب أنه من المثابرة والاجتهاد. عندما يجتهد الصحابي أو الراوي في ذكر كل حرف من النبي صلى الله عليه وسلم وينقله كما قيل عنه صلى الله عليه وسلم فما ذلك والله إلا من المثابرة والاجتهاد، ولذلك سمي بالمثابر الأواب. نعم. أيضا من ضمن أنه يعني سمي بالمثابر الأواب، سبحان الله المثابر الأواب يربطنا مع إيش؟ نعم. موضوع حلقتنا اللي هي إبراز القدوات. فسبحان الله تجد من اختيار القدوات يعني سبحان الله تجد أنهم معالم منذ الصغر. شوف تجد سبحان الله أنه سمي بالمثابر الأواب منذ الصغر. أسلم وهو ابن 4 سنوات، تلقاه منذ الصغر وهو إيش؟ مثابر مواظب من هذا القبيل. نعم. أيضا كما ذكرت أنه يوجد ارتباط كبير بين اتخاذ القدوات والمثابرة والاجتهاد. سبحان الله تجد الشخص المثابر المجتهد إما أن يكون هو قدوة بحد ذاته، وإما أن يجد له قدوة صالحة. نعم. يعني المثابر المجتهد الذي يعني يتمنى ويطمح لما عند الله عز وجل تجده باحثا عن القدوة أولا، وثانيا تجده أهلا لأن يقتدى به. صحابينا الجليل هذا اليوم ما سمي المثابر الأواب إلا لما عرف عنه، يعني كان يعرف عن مثل هذا الصحابي أنه حليم، وكان يعرف عن هذا الصحابي أنه حي، وكان يعرف عن هذا الصحابي أنه مثابر وأواب. فتجد أنه يصر دائما على الأمور التي يحرص عليها مثل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده دائما يعني يتبعه في مجالسه، ويتبعه حتى بعض الأحيان يعني يركز على مواضيع يعني تستغرب. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب خارج المسجد مثلا، فتجد أنه يتبعه يعني اتباعا وترقبا لما سوف يحدث في طريقه، فيكون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الصحابي بدأ يتضح للمشاهدين الكرام. ممكن إذا كان هناك اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا. من معي؟ عبد الرحمن محمد عبده. عبد الرحمن من الرياض. محمد عبده، حياك الله. من وين تكلمنا؟ من الرياض؟ ايوه استاذ. حياك الله وحيا الله جميع متابعينا في الرياض. هل تعرفت على الصحابي هذا اليوم؟ ايوه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. شاكرين لك اخوي عبد الرحمن، وباذن الله نتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك أخي الفاضل، عرفني عن اسمك بالكامل ومن أين تكلمني. الله يسلمكم. بدر الدين عبد الرحيم عمر من السودان. بدر الدين من السودان. نعم. أهلا ومرحبا بك أخي بدر الدين. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا أخي بدر الدين، وترقبنا يوم الجمعة إن شاء الله. وعلى بركة الله اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. وفتح العليم من السودان، الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه أبو هريرة. ما شاء الله ما شاء الله. داخل متحمس ما شاء الله. اولا دعنا نذكر المشاهدين باسمك. فتح العليم قلت لي؟ فتح العليم من السودان. فتح العليم من السودان. الإجابة مرة أخرى، وأتمنى أن تركز في الإجابة، لا تستعجل. أيوة، الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة. الصحابي الجليل مرة أخرى. أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه. شاكر لك ونتمنى لك حظا طيبا أخي فتح العليم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا بك اخي الفاضل، اسمك بالكامل ومن اين تكلمني؟ الله يسعدك. اسمي نبيل أمين علي. نبيل أمين من؟ اسطنبول. الو. اي اسمعك. اخ نبيل. اي نبيل أمين علي. من اين تكلمنا اخي نبيل؟ من تركيا اسطنبول. من تركيا اسطنبول. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة استاذ نبيل؟ ايه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. نبيل من تركيا. شكرا لك استاذ نبيل، نتمنى لك حظا طيبا ان شاء الله. حياك الله أخي الفاضل والمتصل الجديد. من معي؟ الله يحييك، كيف حالكم؟ يا أهلا وسهلا أخي الفاضل. عرف باسمك ومن أين تكلمنا؟ عبد الله الأهدل، أكلمكم من اسطنبول. عبد الله الأهدل، حياك الله أخي عبد الله من اسطنبول. وحيا الله متابعينا الكرام جميعا من تركيا. هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ أي نعم الحمد لله. اذكره لنا بارك الله فيك. عبد الله بن عمر. عبد الله ابن عمر. شاكر لك أخوي عبد الله. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. حياك الله أخي الفاضل، عرفني باسمك بالكامل ومن أين تكلمنا؟ الله يحييك أستاذ أنس، معك أحمد عبد الكريم من الأردن. أحمد عبد الكريم من الأردن. يا مرحبا بالأخ أحمد. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ حياك الله وبياك. نعم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر إن شاء الله. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. نتمنى لك حظا طيبا أخي أحمد. وإلى مشاهد كريم آخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ مودة فتح العليم من السودان. مودة فتح العليم من السودان. حياك الله أختي مودة. من أين تكلمين؟ من السودان؟ أختي مودة. أختي مودة هل تسمعيني؟ عبد الله الصحابي عبد الله رضي الله عنه. الصحابي عبد الله بن من؟ ابن عمر. عبد الله بن عمر. شاكر لك أختي مودة، بإذن الله نتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي. من أين اسمك بالطارق. بالكامل ومن أين تكلمنا؟ أخي تسمعني؟ أخي الفاضل تسمعني؟ طيب إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك أخي. من أين اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ أخي اسمعني من الهاتف. لا ألو السلام عليكم. تسمعني يا أخوي؟ يبدو يا أخي عبد الرحمن أن الاتصال الو السلام عليكم. لعل الاتصال انقطع، لأننا نستقبل اتصال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ أنا غدير يوسف. غدير يوسف. حياك الله أختي غدير. هل تعرفتي على من أين تكلمين أولا؟ من تركيا. من تركيا. حياك الله وحيا الله جميع متابعينا من تركيا. هل تعرفتي على الصحابي لهذه الحلقة؟
نعم، عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر، شاكر لك أختي غدير، ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. كريم محمد عبد الله. ألو، السلام عليكم. أختي اسمك بالكامل ومن أين تكلموني؟ من تركيا. من اسطنبول. من اسطنبول. الاسم أختي؟ نعم، عبد الله بن عمر. أختي الفاضلة تسمعيني؟ نعم. اسمعينا من التليفون يا أختي وليس من الشاشة. الجواب عبد الله بن عمر. الاسم بالكامل أختي الفاضلة، الاسم بالكامل ومن أين تكلمون؟ أريج محمد عبد الله من اسطنبول. أريج محمد عبد الله من اسطنبول. من الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن عمر. أتمنى لك حظ طيب إن شاء الله أختي أريج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ حياكم الله. حياكم الله. الله يبارك فيك. الاسم؟ ضيفنا الكريم، اسمك الله يحفظك. الو. نعم اسمعك. الاسم من انت مؤيد اسماعيل. نعم. الاسم مؤيد اسماعيل الطويل. مؤيد اسماعيل من فلسطين. نعم. حياك الله اخي من مؤيد. فلسطين. حيا الله جميع متابعينا من دولتنا الحبيبة فلسطين. طيب، هل تعرفت على صحابينا لهذه الحلقة أخي مؤيد؟ الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، شاكر لك أخوي مؤيد. ناخذ اتصال. نقول السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا؟ مهند طارق، بكلمك من السودان. مهند طارق، يا مرحبا بالأخ مهند طارق. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ أخي مهند تسمعني؟ أخي مهند. اسم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. نتمنى لك حظا طيبا أخي مهند. وإلى اتصال آخر، وقبل أن نستلم الاتصال القادم نذكر. طيب، لعل جانا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. معك آية الصادق من السودان. أختي آية من؟ آية الصادق من السودان. آية الصادق من السودان، حياك الله أختي آية. هل تعرفت على صحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، شاكر لك أختي آية. ناخذ اتصال أخي عبد الرحمن ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياك الله أخي الفاضل. عرفني عن اسمك ومن أين تكلمني؟ معك محمد رجا. محمد من؟ محمد رجا. محمد رجب، حياك الله محمد رجب. من أين تكلمني محمد رجب؟ من الأردن. يا مرحبا بأستاذ محمد، حياك الله. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي الجليل بإذن الله هو عبد الله بن عمر. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. نتمنى لك حظا طيبا أستاذ محمد. وإلى مشاهد وضيف كريم آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من معي؟ معك موسى الكبيري. حياك الله أخي موسى. من وين تكلمنا؟ من اسطنبول. من اسطنبول، حياك الله وحيا الله جميع متابعينا من اسطنبول. الصحابي هل تعرفت عليه أم لا؟ نعم، تعرفت عليه. وهو عبد الله بن عمر. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، شاكر لك أخي موسى ونتمنى لك حظا طيبا. في الختام أخواتي وإخواني المشاهدين الكرام، ها قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة
نلتقي بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت أسمرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. محدثكم أنس ابن بيان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا